وسريعا محتاج اوجه رساله لناصر منسي. احنا الاثنين ما نعرفش بعض خالص. ناصر، انا عمري ما اقتنعت بيك. يعني انا عمري في الكوره، هي في الاخر اراء. يعني من حق اي حد ما يقتنعش باي حد. انا عمري ما اقتنعت ان انت ممكن تلعب اهلي وزمالك. يعني ما اقتنعتش ان انت ممكن تلعب في فرقه كبيره وتشيل هجوم فرقه كبيره. انا النهارده شايف ان انت لعيب مهم جدا جدا جدا. اثبتت لكل الناس ان الموهبه مش اهم حاجه. الموهبه، لو عندك موهبه وما عندكش عزيمه وبتشتغل على نفسك ولا حاجه. اوقات الاجتهاد بيكون اهم من الموهبه. انت مردودك الفني اكتر بكتير من ناس عندها موهبه في نادي الزمالك. ومش بس في نادي الزمالك، وفي الاهلي وفي كل حته في ناس عندها. انت ما عندكش ربع الموهبه بتاعتها ومردودها اقل منك بكتير جدا. واتمنى ان ناصر ياخد فرصه في منتخب مصر. هو في الاخر لعيب مصري بيمثل فرقه كبيره جدا في مصر، بيلعب في نادي الزمالك وفيرود ماشي بشكل كويس جدا جدا. من حقه انه ياخد فرصه، وخصوصا ان انت ما عندكش دلوقتي في منتخب مصر تسعه او السترايكر اللي انت. يعني مصطفى محمد طبعا لعيب كويس جدا واحسن واحد عندك. بس انا شايف ان انت برضه محتاج في المكان ده حد يكون كمان موجود، حتى لو هينزل. يعني حتى لو هيكون بديل او ياخد فرصته. ولو ما اقنعش كابتن حسام وما اقنعناش، خلاص ما يبقاش موجود في المنتخب. لكن من حقه ياخد فرصه. فانا ناصر عايز اقول له بجد ان ربنا بيكافئه لانه بيتعب. بيكسب نادي الزمالك وقعدوه احتياطي. بيكسب نادي الزمالك وما بيبداش ويرجع يلعب ولا كأن في اي حاجه.